السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ بانيه، بس المختلف عن أي فراخ بانيه دقتوها. أولا مقرمشة من بره جدا، هشة وطرية من جوه، والأهم من كده إن القشرة بتاعت الفراخ البانيه استحالة تقع منك ولو بالطبل البلدي. شفت ناس كتير بتعاني من المشكلة دي، إنه لما بتيجي تقلي الفراخ البانيه أو البوفتيك القشرة بتقع منها وبتبقى شكلها مش حلو أبدا. هنا استحالة تقع منك القشرة بتاعت البانيه. لو ما تعرفنيش انا اسمي شيماء، يلا بينا اقولك السر في ايه. السر يا ست الكل في عيش الفين اللي بيتبقى مننا خصوصا ايام المدارس. حضرتك هتشيليه في الفريزر وهتطلعيه، تقطعيه كده زي ما انت شايفاه وتحطيه في صينيه وتدخليه على الفرن على درجه حراره 200. عايزاه يتحمص كده وياخد لون محترم. اثناء بقى ما بيتحمص هجيب الفراخ بتاعتي بعد ما هكون غسلتها كويس جدا بملح وليمون وخل وصفيتها كويس جدا من ميتها. هبتدي احط عليها شويه من الملح، فلفل اسود، وطبعا ده حسب الرغبه. كمان هحط شويه من التوابل اللي هتديها طعم مميز، معلقه صغيره من البصل الباودر، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة مهمة قوي وهتديكي طعم مختلف هيعجبك قوي، معلقة صغيرة من الكركم، وكمان معلقة صغيرة من السموكت بابريكا أو البابريكا المدخنة، وتأكدي إنها نوع حلو عشان ساعات بتكون مغشوشة. كمان هحط معلقة كبيرة من المستردة، وهحط عصرة ليمونة كبيرة. الليمون مهم قوي، الليمون مع الكزبرة مع البابريكا مع الكركم هيديني طعم بجد هيعجبكم جدا. هديله تقليبة كويسة. هجيب بضاية وهزود عليها شوية من اللبن، مش كتير، ما تزوديش في اللبن، حوالي معلقتين 3 كبار. وهبتدي اضرب البيض مع اللبن ده كويس قوي، وهاخد الخليط بتاعي وهنزل بيه على الفراخ اللي انا تبلتها. اهم حاجة ان الفراخ بتاعتي تتغطى كويس جدا بخليط البيض واللبن ده، لان انا مش هعمل بيض ولبن خارجي، هو ده الخليط بتاعي. فهقلب الفراخ بتاعتي جوه البيض واللبن كويس جدا واتاكد ان هو وصل لكل قطعة من الفراخ بتاعتي. هاخد الفراخ احطها في التلاجة شوية كده عبال ما نشوف العيش بتاعي اخباره ايه. ده شكل العيش بعد ما طلع من الفرن. انا هستنى عليه لغاية ما ياخد اللون ده ويتحمص ويتحمر كويس جدا ويبقى ناشف. هاخده هحطه في فود بروسيسور، او على فكرة لو مش موجود تقدري تحطيه في كيس وتبتدي تضربي عليه بمردانة بايد هون باي حاجة بحيث ان هو يكون متفتت خالص. اهم خطوة بقى اني هتبل العيش ده. هحط عليه شوية كده محترمين من الملح، معلقة من الكركم، هحط عليه زعتر ناشف، وكمان شوية من الروزماري. وشوفوا جمال البقسماط وريحته بالزعتر والروزماري اللي انتوا عاملينه. هتضربيه كويس جدا في الكبة بتاعتك او في الفود بروسيسور لغاية ما يتطحن تماما. طبعا الكمية بتبقى كبيرة عندي على حسب كمية العيش اللي انتي حطاها، فانا هاخد جزء منه عشان اشتغل بيه في الفراخ اللي انا تبلتها، والباقي هشيله في برطمان استعمله بعد كده. الحبة اللي انا اخدتهم دول بصوا شكله عامل ازاي، بيكون خشن وحبيباته كبيرة مهما تطحنيه، بيبقى بالظبط عامل كأنك طحنة كورن فلاكس. فبيديني نتيجة احسن بكتير مليون مرة من البقسماط الناعم اللي احنا بنشتريه من بره. هحط عليه معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من دقيق الذرة او دقيق السميد. عايزه اقول لكم ان انا ما بشتريش بقسماط اصلا لانه ما بيعجبنيش، ودايما بتبقى الطبقه الخارجيه بتاعته مش حلوه، بتكون طريه وما بتقعدش كويس. انما البقسماط اللي احنا هنعمله مع بعض هيديكي نتيجه هايله. هتقلبي كده النشا ودقيق الذره ده كويس، وهتبتدي تجيبي الفراخ بتاعتك، وحاولي في المرحله دي تكوني لابسه اي حاجه في ايدك، حتى لو كيس عادي جوانتي اللي موجود، عشان خليط البيض والبقسماط بيعمل كده تكتلات في الايد. وهبتدي بقى اغطيها بالبقسماط. التراك المهم جدا في اي بقسماط بتعمليه سواء كان بانيه بفتيك اي حاجه، لازم تتكي كويس جدا على الفراخ او على اللحمه بايدك عشان تتاكدي ان البقسماط قاعد عليها كويس. لو ما اتكيتيش عليها كويس هيقع منك، فده برضو تراك مهم جدا. زي كده نوعيه البقسماط اللي بتستخدميها زي ما انتوا شايفين شكلها، انا مش هحطها في التلاجة ولا هحطها في دقيق ولا اي حاجة. انا هكتفي بس بالخليط البيض واللبن اللي انا حطيته والبقسماط اللي احنا عملناه مع بعض، وهكرر العملية لغاية ما هخلص كمية الفراخ اللي موجودة عندي.
انا هنا بشيل باقي البقسماط اللي اتبقى مني، مش اللي عملت فيه البانيه، لا اللي هو من الاول خالص كان ضرباه في الفود بروسيسور. ده ما بحطش عليه نشا وما بحطش عليه دقيق ذره ولا اي حاجه، انا باخده بشيله في الدولاب عندي لاني استعمله لاي حاجه تانية مش شرط البانيه. طبعا زيت غزير على النار، هنزل فيه في الفراخ بتاعتي، تكون درجه حرارته متوسطه مش عايزاها عاليه قوي. وببتدي انزل بالفراخ، واول ما بتبتدي تحمر كده بقلبها على الناحيه التانية لغايه ما بتاخد اللون الحلو ده. هطلعها كده تتصفى على ورق مناديل المطبخ، وتعالوا نشوف مع بعض الجمال واللون والقرمشة اللي مش هتتخيلوا النتيجة ان ده من العيش الفينو اللي كان عندكم. بصوا لونها اولا حلو جدا. تعالوا بقى نسمع صوت القرمشة كده مع بعض. بصوا، طبعا ده لو الطبقة بتاعته مش ثابتة كانت وقعت معايا على طول وانا بحكها بالسكينة. بصوا من جوه جمالها عامل ازاي. صدقوني لو عملتوها بالطريقة دي عمرك ما هتشتري بقسماط تاني. طبعا قلت مش معقول يعني كده هعمل فراخ بانيه بس كده، لازم كده برضو ادلعك ونعمل حاجه كده جنبها. عملت شويه سلطه زبادي تكون حلوه كده، خصوصا ان مع المقليات بتبقى طريه كده وساقعه وترطب على القلب. بجيب خيارتين بقشرهم وببتدي اقطعهم قطع صغيره. في ناس بتحب تبشرهم بس انا ما بحبش ابشرهم عشان ما ينزل ميته كلها في الزبادي. فانا بقطعهم قطع صغيره كده بحيث اني احس بطعم الخيار وانا باكله. طبعا في صوصات كتير تقدري تعمليها جنب الفراخ البانيه، بس انا عن نفسي بحب اعمل سلطة الزبادي خصوصا مع المقليات. بعد كده بجيب 3 فصوص من الثوم، ببتدي ان انا اقشرهم واضربهم في الهون بتاعي او في الكبة بشوية من الملح. ما تكتريش الملح عشان الزبادي بيبقى طعم الملح باين قوي فيها. انا استعملت تقريبا علبتين من الزبادي، تقدري تستخدمي حسب الكميه اللي انت حابه تعمليها، تقللي او تكتري زي ما انت عايزه. هحط الثوم اللي احنا فرمناه مع بعض، وهحط الخيار بتاعي وهقلب كويس. اهم تريك بقى في سلطه الزبادي هو النعناع الناشف. لو ما حطيتيش نعناع ناشف انت ما عملتيش سلطه زبادي. احلى حاجه في الموضوع ريحه النعناع وطعمه جوه سلطه الزبادي. انا زي ما قلت لكم قبل كده بجيب الحاجات دي فريش وبنشفها عندي في المطبخ، وبعد كده ما بتنشف بشيلها في برطمان وبستعملها. وشويه بقى كده من زيت الزيتون فوق الوش وبقى عندك احلى سلطه زبادي. على فكره لو حابه تعملي الفراخ دي في الاير فراير بتطلع تحفه. اللي مش حابب القلي يقدر رشه من الزيت كده صغيره عليه في الاير فراير، بتقعد تقريبا 10 دقايق وبتطلع زي الفل. انا هنا بقى عملت سندوتشات، حطيت بقى شويه من سلطه الزبادي وبعدين حطيت الفراخ، شويه من الطماطم والفلفل، ودلعت نفسي كده وروقت نفسي. وكمان اللي حابب بقى يحط اي حاجه زي ما هو عايز. شويه تاني من سلطه الزبادي وزي الفل كده قفلت الساندوتش. بس طبعا الولاد عكننوا عليا ما بيحبوش سلطه الزبادي، مش عايزين خضار، فحطيت لهم حته جبنه ايمنتال تشيدر اللي موجوده على الفراخ ولفتها لهم كده زي ما بيشتروها من بره، وقطعتها لهم بالطريقه دي فحبوها. بالهنا والشفا. عايزاكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي في الكومنتات اخبار البقسماط ايه. حطوا التوابل الزعتر والروزماري وحطوا الملح وشيلوا عندكم واستعملوه. جربوا الوصفة دي واوعوا تنسوا اللايك والشير. يلا باي باي.